السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجالة مدرسة الأندلسي الخاص. إيه الأخبار؟ النهاردة بقى الصف الثاني الثانوي يحضر ويركز معايا. هنتكلم النهاردة عن صيغة الأمر الإمبراتيف. ده إمبراتيف. طيب، وده آخر درس عندك في الوحدة جرامر. خلاص، إحنا كده بأمر الله المنهج كله كجرامر بقى معانا، تفاصيل كتير بقت معانا في المنهج كمواقف كقطع كحل. المفروض بعد الفيديو ده أنت المنهج كده في جيبك. طيب، على بركة الله نبدأ. قال لك صيغة الأمر. تعالى كده نتكلم مع بعض بالبلدي. هو أنت ينفع تؤمر حد مش قدام عينك؟ يعني ينفع تقول لحد هو افتح الشباك أو هي اقفل الباب؟ ما ينفعش. لكن بتؤمر حد قصاد عينك، أنت اقفل الشباك، أو أنت اقعد تذاكر، أو أنت هات مثلا الكتاب. صح؟ يبقى أنت بتؤمر ثلاث أشخاص قدام عينك هم في اللغة الألمانية. من الاخر كده الاشخاص اللي بيجوا معاهم كوما، لان الكوما هنا صيغه المفرد. قال لك الامر هنا يستخدم فقط مع الضمائر المخاطب هم تو، انت واير انتم. لو شخصين قدام عينك وزي حضرتك، ممكن اقول لكم انتم لازم تذاكروا، او انتم هاتوا الكشاكيل بتاعتكم عشان نصححها، فانا بديك صيغه الامبراتيف صيغه الامر. او زي هنا بتقول لي بعد اذن حضرتك عيد الحته دي تاني، او بعد اذنك اشرحها لي. صيغه الايه؟ صيغه الامر للزي. يبقى انت بتؤمر ثلاث اشخاص: انت، انتم، حضرتك. طيب تعال نشوف انت الاول. تو سهله جدا جدا جدا، واسهل والذذ درس عندك في المنهج كله. قال لك حضرتك لما بتيجي تقول له عايز انت هتروح الى المسرح، قال لك بتروح جاي هنا دو. تعالى كده دو تيمو، انت يا كيمو دو جيست انس ميوزيوم، روح المتحف. هنا دلوقتي تيمو يذهب الى الايه المتحف، عايز اقول له روح الى المتحف بصيغه الامر. قال لك اول حاجه هتروح حازف الدو، هتحذف الدو. تاني حاجه هتروح حازف الاس تي بتاعت الايه، بتاعت الضمير الشخصي. هتنزل بالشكل ده: جي اي. تمام. يبقى تيمو جي انس ميوزيوم. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ بيتم حذف الدو والاس تي، وبتنزل هنا الايه، الفعل، ولا من غير دو ولا اس تي. وفي اخر السؤال او في اخر الكلام يبقى فيه علامه تعجب. طيب تعالى ناخد واحده كمان. تو اشبريشت لايزي مها. انت بتقري بصوت بتقراي بصوت هادي يا مها. عايز اقول لها ايه؟ اقراي بصوت هادي. تبقى هنا هحذف الدو واحذف الاس تي وينزل كده اشبريش. شبريش بيتي لايزي معها. تمام، اللي بعده. دو فيرست لانجزام هندي. دو فيرست لانجزام هاني. تقول له هنا ايه؟ سوق بالراحة يا هاني هنا. او هنا بقى الجملة بيقول انت بتسوق بالراحة يا هاني. لو انا عايز اقول له اديله امر بقى، اقول له سوق بالراحة، بيتم حذف الدو والاس تي. خلي بالك، والاملاوت، الاملاوت بيطير. اي فعل هنا كان ليه تصريف خاص، زي شبغشن اللي فوق الاي بتتحول الى اي، او فعل ليزن او فعل ذهن. الافعال دي بتتغير. بص عشان اريحك برضو، انت بتختار الفعل القليل المعدود، مفيش اخره اس تي. اتفقنا؟ فده هتريحك بقى. حتى يعني هتنازل مع دماغك ولا املاوت بلاقيه بتتحول الى اي ولا الكلام ده كله. يبقى انت معدوم تختار الفعل اللي ايه، من غير اس تي وما فيهوش دو. اتفقنا؟ طيب تعالى هنا بيقول لك انت بتسوق بالراحه. عايز اقول لك سوق بالراحه يبقى فير دوخ لانجزام هاني. تمام. طيب تعالى هنا الكتاب، المذكره بتاعت الوزاره كاتبه لنا ايه. تلاحظ ان في حاله الامر معدود مصرف الفعل معدود سواء كان عادي او قوي، ثم نحذف الدو والاس تي. تمام. لو في املوت بقى زياده عنك بتطيره برضه، وبنضع في الاخر املوت. ماشي. شكرا يا عم. تعال ننزل اللي بعده. ثانيا الامر معدود. لو عايز امر شخصين ممكن تبقى زي هما كاتبين كده: كندر، كوما، كلمه جمع، او اسمين: علي ومحمد، السيد واسامه، ومعاهم كوما، اقول لهم انتم، او اي اسم جمع كده. بس الكلام ده كله. طيب تعالى نشوف اول حاجه. اير مخ دي هاوس اوف جوبن. انتم بتعملوا الواجب. علي ورامي، هنا بكلم شخصين فاقول لهم انتم.
قال لك بتحذف. الدو كنت بتحذف معاه إيه؟ الضمير الشخصي اللي هو دو والاس تي. هنا قال لك هتحذف الاير بس، وهتنزل الفعل اخره تي. اتفقنا؟ يبقى مع اير بتنزل الفعل اخره تي، ومع دو بطير الدو والاس تي. تعال نشوف بقى هنا. ماخت دي هاوس اوف كوبي، اعملوا الواجب. علي ورامي، يبقى انا بكلم بقول لهم انتم اعملوا الواجب. وفي الاخر طبعا علامه التعجب. يبقى انت لما تيجي تحل هتلمح بعينك في الامتحان اخر السؤال. خلي بالك سنه تانية الترم التاني عندك كلها، لو رميت طرف عينك كده على اخر السؤال هتطلع اجابته. مع الدرس الاولاني اللي هو الماضي، لو الفعل فيه جه هتعرف انت بتتكلم في الماضي. مع ظرف ومحسن في اخر الجمله، لو لقيت الفعل اخره ايه ان هتعرف انت بتتكلم في القاعده دي. علامه التعجب في الفعل بتاع في الدرس بتاع النهارده، هتعرف ان انت بتتكلم في صيغه الامر. تمام. كندر اير اس ابفت، انتم يا اطفال بتاكلوا بيتزا. تمام. عايز اقول لهم بتاكلوا تفاح. بتاكلوا تفاح، شكلي جعان ولا ايه؟ كندر اير اس ابفل، انا بقول انتم يا اطفال بتاكلوا تفاح. هنا عايز اقول لهم كلوا تفاح. كندر است ضخ ابفل، إيه اللي حصل؟ والله هي رحت طالع مطير الاير وسبت التي. تاني يبقى مع الدو اللي بيحصل بطير الدو، بشيلها خالص بحذفها، بحذف الاس تي. ومع اير اللي بيحصل بطير الاير بس واسيب التي. تمام. اللي بعده زي اسهل حاجه، سهله جدا جدا جدا. قال لك والله مع ثالثا الامر مع زي هيرمولر زي فارن لانجزر، بتعمل ايه؟ لا بتحذف ولا بتطير، اكنك بتعمل كده ايه طرفين في وسطين. فارن بتنزل في الاول، وزي بتيجي في التاني. تمام. يبقى الفعل دايما في اول الجمله عندك في صيغه الامر. هيرمولر كوما زي فارن لانجزر. استاذ مولر، حضرتك بتسوق بالراحه. عايز اقول له يا استاذ مولر سوق بالراحه. يبقى هيرمولا فارن زي لانجزام، او فاغن زي لانجزام. ايه اللي حصل؟ دي مكان دي ودي مكان دي. لا نحذف شيء ونبدا بالفعل وعلامه التعجب، نفس كل حاجه. يبقى انت هنا دايما، يبقى مع الدو تاني بقى. الدو إيه اللي حصل؟ تم حذف الدو والاس تي، وفي الاخر في علامه تعجب. اتفقنا؟ ده لو مع اسم شخص واحد ومعاه كوما. طب لو مع اشمين شخصين، احمد وانت علي، او كلمه جمع ومعاها كوما، هحذف الاير وهنزل الفعل بالتي. يبقى الفعل عندك في الاختيارات يبقى اخره تي، تعرف ان انت بتتكلم في صيغه الايه؟ في صيغه الايه الجمع بتاعت انتم. طب حضرتك طرفين في وسطين، الفعل بينزل في الاول بعد كده زي. طيب فعل زاين ركز معايا بقى. قال لك رامي زي بيتي لايز. هنا بقول له يا رامي انت بقى. هنا حذف ايه؟ حذف الدو. قال لك زي نزلت كده 3 حروف. تمام. طب واير زايد. تمام. اير زايد. ومع حضرتك زاينن. زاينن ده فعل خاص. تاني هو بقى تصريف تحت مع دو. عايز اقول لك انت بتكون، عايز اقول لك كون زاين. اير هتبقى زايد، ترجع بقى لاصلها عادي. وهنا زاين اخرها اي ان، يبقى انت مع زي الكلمه كلها اخرها اي ان. تمام. مع دو الكلمه القليله. مع اير بقى اللي هي انتم، تختار الكلمه اللي اخرها تي او فعل زاين زي ده. طيب تعالى نشوف الحل بتاعنا. طب تعالى نراجع تاني اخر مره. الامبرتيف بيتكون من ايه؟ بتكلم مع 3 اشخاص في الامر. ليه؟ عشان هم اللي قصاد عيني، ما ينفعش امر حد مش قصاد عيني. اتفقنا؟ يا زي الفل والله. اتفقنا. لما اجي بقول لك دو اير زي، دو واير وزي، هامرك انت، هامركم انت، هامر حضرتك. تمام. مع دو قال لك والله يا هير، بروح جاي مطير دو والاس تي وبنزل الفعل كده جه 3 حروف. تمام. طيب في افعال شاذه. افعال شاذه زي فعل شبغشن، زي فعل ليزن، زي فعل زيهن. ايه اللي بيحصل؟ نفس كل حاجه، ببدل الحروف برضه. وهنا بطير الدو والاس تي. باشا انت كل اللي يهمك في القصه دي ايه؟ حبيب اخوك انت هتطير لي الدو والاس تي، هتاخد الفعل القليل. مع دو صح، الفعل اللي عامل دايت. فعل فورن حتى لو كان عليه املاوت بتشيله. فورن عليه املاوت هتبقى فير. فاهم؟ ده لو بتكلم شخص معاه كوما.
وطبعا في الاخر علامه التعجب. اللي بعده اير، انتم بتعمل ايه؟ والله اير بطير، اير وانزل الفعل يتصرف، مخط عادي اخره تي. اتفقنا؟ يبقى مع اير بتطير الاير بس وتسيب التي. طيب، ومع زي طرفين في وسطين. فارن بتنزل الاول وزي بتنزل هنا، طرفين في ايه؟ في وسطين. اتفقنا؟ والله زي الفل يا هير. درس طبعا هو في اللذيذ خالص اهي. طرفين في وسطين ازاي؟ دي نزلت هنا ودي نزلت هنا. تمام. طيب في فعل شاذ بقى يا هير معانا هنا اسمه زين، بيختلف خالص. قال لك مع الدو، لا ارجع تاني كده، شكرا مش عايزينك. فعل زين قال لك مع دو بيبقى زين، مع اير زايد، ومع زي زايد. ده حفظ بقى. طيب تعالى نحل. بسم الله عليك توكلت. سمي الله يا ولاد. نبدأ هنا معانا نطلع بقى القلم السحري بتاعنا. تعالى يا عم الحاج الله يبارك لك. تعالى نطلع ايه. قال لك اول حاجه رامي. فقال لك رامي كوما فشخص واحد. باخد الكلمه اللي حجمها قليل ولا كبير؟ قليل. زيد دي اخرها تي. شتيت اخرها تي، يعني اتصرف مع الاي. شتي تمشي تمشي ليه لا؟ طب شتيهن دي تصرف مع سي حضرتك. شتيهس دي اصلا مش موجوده معانا. هير هانس استاذ هانس. معاه كوما معاه كوما. بخش ارمي عيني بطرف عيني كده. بص السؤال الاول مثلا كان اخره علامه تعجب، بعرف انا بتكلم في الماضي. خش على السؤال التاني اخره علامه تعجب، بتكلم في الماضي. هير هانس unterrichten. يا هير ده بمنتهى البساطه كده، ده زي بتاخد اي ان، واير بتاخد تي، ودو ما بتاخدش حاجه خالص. اونتر شرايبنج، اونتر شرايبست، اونتر شرايبت، اونتر شرايب. بقول لك والله الاخيره دي بتيجي مع اسم شخص لوحده مع كوما. شرايب دي بتيجي مع اسم شخصين او كلمه جامعه معاها كوما. شرايب السدوك مش معانا في القصه اصلا، تبقى شرايب. ماما اشهابي هونجر. ماما انا عندي جوع. هنا بتكلم بصيغه المفرد ولا الجمع؟ لا صيغه الايه المفرد. قول ايش. تبقى اس. اقل كلمه عندك. تحسها دايما عامله رجيم. بابا كومر. انت يا بابا. بيتي لانج زوم سوق بالراحه. هير دارف مان نوع زيش زيش كيلو بغو شتوندن فارن. ماشي تقول يا بابا هنا بسوق بالراحه. هنا مسموح لينا ان احنا نسوق بايه؟ بسرعه 60 كيلو في الساعه. حلو. فيرست. فير واحد قال لي أنا بتكلم في المفرد فانا بقول دو. فدو هنا فيرت تنفع. فارن فار فارس. اقل كلمه عندك فيرت. مع المفرد خد الصغير. ماين شورى. طلابي. طلابي فهقول لهم هم انتم ولا انت ولا حضرتك؟ لا انتم. حلو تعالى بص كده، انتم فوق كان بياخد ايه؟ زايد. زايد. امال الهير الاولى دي بتاعت ايه؟ مع حضرتك هير او فقهاء معاهم كوما. وزاي اللي بعديها دي، زاي اللي بعديها دي مع دو. اي شخص معاه كوما، شخص مفرد. وزاين اللي في الاخر لا دي مش تبعنا في الدرس ده. السؤال رقم 6 بيقول لك هنا ايش فين دين جيم بوي نشت نقط ضخ ام كله. ماشي انت عايز ايه؟ بتتكلم ايه؟ بتتكلم في المفرد. انا مش لاقي الايه الحاجه بتاعتي. مفرد مفرد هير هاخد اقل كلمه. فين اقل كلمه؟ في هنا دي وفي دي. تحس حروفهم قد بعض كده. يا حبيبي اخوك انت بتطير. بتطير الايه؟ هير بطير الاس تي. بطير الاس تي وبطير الضمير الشخصي. طيب دي اخرها تي تنفع؟ لا دي مع اير. دي تنفع؟ لا. اهي. خلي بالك الفعل ده اصلا اصله ذهن. على كده الفعل ده اصله ايه؟ زين. زي في الاخر كده. بس مع الدو. مع الدو لما باجي اصرفه مع الدو بقول اس زيست. اتفقنا؟ فعل زيهم وفعل ليزم برضو بيبقى نفس الكلام. ترجع تاني. فهتبقى ايه بقى هنا؟ لا ما ترجعش قوي كده يعني. طيب رقم 7 نقط زي تور تورس انفورماتيونين ام
ماريا بلاتس. انا بكلم هنا ايه اهم حاجه، شفت الترجمه دي، انا ممكن ما ترجمش خالص في الحاجات دي. هو عايز يقول لي هنا روح لايه، لخدمه السياح في ميدان ماريا بلاتس، تورس انفورماتسيون. والله انا بكلم زي، فغير لما هاجي اكلم زي فبختار الكلمه اللي اخرها ايه ان. فين الكلمه اللي اخرها ايه ان؟ اول واحده. تعالى انا عايزك اعودك اللي انت تحل وانت مغمض. خش على السؤال اخره علامه تعجب. ماشي، علامه تعجب. وانا بكلم شخص ولا اكتر؟ شخص. باخد اقل كلمه. فين اقل كلمه؟ فارتي. ايه ده؟ هي ده اخرها تي ايه، وانت قلت لي بشيل التي والايه. او ده فعل شاذ. تمام. بياخد تي، وانت دايما متعودين من سنه اولى الفعل اللي اخره تي نهايته دي، زي مثلا كوستت، حذفت الاي ان بيبقى لك حرف التي. او فيندن، اذا حذفت الاي ان بيبقى لك حرف الدي. او بيلدن، حذفت الاي ان بيبقى لك الدي. قاعده الدي دي التي دي ام، تي دي ام. فانا هي قاعده اوقات مع دوب تاخد كلمه اخرها ايه. طيب تعال نشوف كده ونستبعد. ينفع اخد مع دو اي ان؟ لا. اس تي؟ لا. تي؟ لا. يبقى برضه اخترت اقل كده. رقم 9 است كالت، هنا بيكون الجو برد. تصف فينستر تسو، عايز اقول له اقفل الشباك. اقفل الشباك. انا بكلم هنا رامي، يبقى مخي. يبقى انت ساعات الكلمه بتجي لك معدوم اخرها ايه. طب غير ممكن يجي لي كلمه اخرها ايه وكلمه ما فيهاش؟ لا، مفيش الكلام ده. هو مش هيجيب لك صيغه غلط في الامتحان عشان قصد ان هو يغلطك. مفيش الكلام ده. طيب تعال ننزل السؤال التاسع. همسح بقى الكلام ده كله. بيقول لك هنا سؤال 10 بقى. ماين شولا، طلابي بيتي داس هندي اوس. عايز اقول لهم اطفي الايه، او اقفلوا التليفون. ماخ، صح الكلام؟ ماخ. يبقى انت فعل ماخ هنا فوق جالك كان اخره ايه، وهنا كان اخره مفيش ليه، ما ملوش اخر. لا، ثانية واحدة ثانية واحدة، هنا بتكلم ايه؟ ماين شولر طلابي، فطلابي هقول لهم انت ولا انتم؟ لا، هنا اقول لهم انتم. فندور على الكلمة اخرها ايه ولا سادة. تعال نشوف. ده اخرها ايه ان، بستخدمها مع زي حضرتك. مخت دي بستخدمها مع دو. مخت دي بستخدمها مع دو. مخت اللي بعديها هي اللي بستخدمها مع ايه؟ مع ايه. اتمنى يكون الدرس وصل. تعال نحل كام سؤال كمان، ناخد افكار تانية. معانا هنا حوالي كام سؤال بقى؟ لحد السؤال 30 ماشي. بتاع 21 سؤال. هاني نقط، هاني كوما نشت لاوت. عايز اقول له هنا المفروض يبقى صوتك ايه؟ ما تعليش صوتك. فهاني هنا هقول زاينن، زاين. هير. هاني هنا بكلمه ايه؟ لوحده. اختار اقل كلمه. زاين. دو كانت بتاخد زايد. هير كانت بتاخد زايد. زيك اوس كانت بتاخد زاينن. نقط زي هنا هقول له ايه بقى؟ جدع فراجل. هبدأ أخليك تديك كام ثانية كده تحل فيهم. نقط زي بيتي دين باص. هنا في كلمة اسمها زي، زي اللي فوق بالظبط. هتبقى إيه؟ تاخد آخر الكلمة تبقى اس تي ولا اي ان ولا إيه؟ مفيش حاجة خالص ولا تي. برافو عليك سايجن. ماما فاس ماخست ايش يتست، ماما اعمل ايه دلوقتي؟ دي هاوس اوف جابي. هتقول لها اعملي الواجب. تقول لها ماما اعمل ايه؟ هتقول لها اعملي انت الواجب. فانا عايز كلمة صرفها مع الدو، يعني مع الدو هير كنت بطير الدو والاس تي. مؤخ. ماين كوليجي، أصدقائي. بيتي تسو، أنتم يا أصدقائي. عايز أقول لهم انصتوا أو اسكتوا. تنفع دي من غير ت؟ لا، دي مع الدو. هوغن، لا دي مع السي. هورد، هي دي. طب والأخيرة مش تبعنا. سؤال 16. زي بعد الأقواس زي، دي في النورة بيتي أوس تبقى فولي. مش بمودي أنا تعبان أو أنا بكون متعب. دوخ أين شتوندي، عايز أنام ساعة.
هو بيقول اشبيه مودي انا تعبان، فانت بتقول له نام ساعه، تقول له خش نام ساعه. هتبقى ايه؟ حاجه من غير املاوت وقليله وصفيفه، مش لاف. 18. هير فيرنر. خلاص بقى، اي هير وفراو معاهم كوما، اختار الكلمه اللي اخرها ايه. فان كان ايش كومين، اجي امتى. سي بيتي اوم اخطوه. فان كان ايش كومي، اجي امتى، عايز اقول له ايه، حضرتك تعالى الساعه 8 حضرتك. تبقى سوزانا. تبقى ايه. خلي بالك زين ده حلينا زيه بالظبط فوق. هو الفعل اصله زيل. اس هقولها انجليزي عشان تفهمها كويس، اس اي اتش اي ان. تمام، بس هنا بضيف له اي زياده، معدود، تبقى زيت. طيب، دي في نص نقط، دي في نسر السو ماريا اون سيفيان، ماريا وايه، وسيفيان. انتم بتاخد اخرها اي ان اس تي، مفيش حاجه خالص تي، لا تاخد تي. بيتيلايزي بيتيلايزي، بكلمها هي هقول لها زي. خلاص بقى، يعني الدرس وصل وشربنا عليه ميه كمان. الينا اون كريستين، الينا وكريستين. هم ولا انتم ولا حضرتك؟ لا، هي اصلا انا ما عنديش هم، انا عندي انت وعندي انتم وعندك حضرتك. طب دي ده شخص صح، اقول له حضرتك لا، هقول له دو لا، في الاخر. فراو روز نقط سي. خلاص ده اخر سؤال هنحله، اظن الدرس وصل معاك خالص كده. هتبقى سي فارتن، درس سهل ولذيذ. تمام. خد دول بقى سكرين، حلهم مع نفسك، اتدرب عليهم. اللي هم هتلاقي حوالي بتاع 5 اسئله ولا 6 اسئله دول. انزل يا ولدي. تمام. بأمر الله كده احنا فنشنا الجرامر بتاع تانية ثانوي. أي حد محتاج أي حاجة في أي وقت من هنا لحد قبل الامتحان بدقيقة، إن شاء الله أنا معاه وعناية ليك. تشوس، مع السلامة.